اهلا بيكم في قناه All About Design، كل شيء عن الديكور. دي حلقه من اخر 3 حلقات هنتكلم فيها عن الراستيك ستايل. النهارده هنتكلم عن الاكسسوارز الخاصه بالستايل ده. هنعرض صور كتير مع بعض وبعد كده صوره بالتفصيل ونحكي عنهم. الصور اللي ورا بعض دي اللي انتوا شايفينها عباره عن خامات مختلفه بتجمع لي وبتخدم لي نفس الستايل بتاعي اللي هو الراستيك. هنتكلم عن ايه اللي بستخدمه فيهم: اخشاب، خامات معينه في السجاد، خامات خشنة غالبا، فروع أشجار بستخدمها بشكل معين، الزلط، الإضاءات بشكل معين زي الشموع والشموع الخام اللي تحس ان هي موجودة كده في انتيكات مش متلونة قوي. الشجر زي ما احنا اتفقنا بجيب الشجر بحطها زي ما هي، وقت حتى الدهان بتاعها بيبقى خفيف جدا. البوكسس اللي بتبقى عن طريق خوص او عن طريق خامات كده خشنة عموما، الدفايات، حاجات سواء بقى في الوول، في الارضيه، على التيبل، على اماكن مختلفه. ببدا استخدم اكسسوارز فيها خامات ناشفه، خامات تليق مع الستايل ده. انتوا الصور لما تتعرض معاكم كتير ممكن تسمعوها اكتر من مره، هتبداوا تفهموا يعني ايه الخامه اللي بتليق مع الراستيك ستايل. زي ما كل الصور دي هتلاقوا حتى في منها حاجات بتتكرر، عباره عن طوب، اخشاب شجر، اخشاب عاديه مدهونه كده دهان تحس ان هو قديم، حاجه من زمان قوي. الحديد الاسود، بحط ابيض مع اسود وبحط جنبهم زرع كتير قوي وخاصه الزرع الاخضر. الخوص، الصور المتعلقه حيطان بشكل معين. السجاد عندي برضو اوقات بيبقى حاجات اللي هي الخشنه مش الخامه الناعمه او الفرو. ببدأ احط الانتيكات دي برضو في الحيطان بشكل كده مترتب عشوائي، فبيديني قوي ايحاءات بالراستيك ستايل. كل دي حاجات بتخدمني قوي ستايل ده. ما تنسوش السبسكرايب وما تنسوش تدخلوا على بنترست، الموقع ده عليه صور جميله جدا. جمعوا لي مجموعه صور اللي في كومنتس ونتفاهم فيها. شكرا لكم.